كان النهار هادئا في أحد الأحياء البسيطة، حيث تعيش عائلة متوسطة الحال معروفة بحسن السمعة والأخلاق. في ذلك البيت كانت ليان فتاة شابة عرفت بين أهلها بطيبتها وأدبها وحرصها على دينها. نشأت في بيئة محافظة، تتعلم منذ صغرها أن الحياء زينة المرأة، وأن العفة شرفها الأكبر. لم تكن ليان تملك الكثير من مظاهر الدنيا، لكنها كانت غنية بما هو أسمى: قلب نقي وإيمان صادق. في تلك الأيام، كانت العائلة تستعد لحدث طالما انتظرته الأم والأب بفارغ الصبر: زواج ليان. العريس سامر، شاب من عائلة محترمة، عرف بين الناس بالجدية والاجتهاد في عمله، ورآه الأهل رجلاً مناسباً لابنتهم. لم يكن الزواج مجرد تقليد اجتماعي بالنسبة لهم، بل خطوة نحو بناء بيت قائم على المودة والرحمة كما أوصى الله تعالى في كتابه الكريم. قبل الزفاف بأيام، كان البيت يعج بالتحضيرات. أصوات الضحكات تمتزج مع همسات الدعاء، والنساء يجهزن الثياب ويعددن تفاصيل اليوم الكبير. أما ليان، فقد كانت تقف أحياناً أمام المرآة، تحدث نفسها بخوف وارتباك. كانت تسأل الله أن يرزقها زوجاً يقدرها ويحفظ قلبها، وأن يكون هذا الزواج بداية سعادة حقيقية لا نهاية لها. في يوم الزفاف، امتلأ البيت بالزينة، وتعطرت الأجواء بالبخور، وتوافد الضيوف من كل مكان. كانت القلوب مفعمة بالفرح، والأمنيات تتردد على ألسنة الجميع. جلس سامر بثوبه الرسمي، تحيط به نظرات الفخر من أهله، بينما كانت ليان بزيها الأبيض كالطهر والنقاء، تبتسم بخجل وتخفض عينيها تواضعاً. بعد انتهاء المراسم، وانتقال العروسين إلى شقتهما الجديدة، بدأت لحظة فارقة في حياتهما. كان البيت بسيطاً لكنه دافئ، تعكس جدرانه بداية قصة جديدة. جلست ليان بخجل شديد، قلبها يخفق بسرعة، تدعو في سرها أن يرزقها الله الطمأنينة مع زوجها. أما سامر، فكان يبدو متوتراً على غير العادة، صامتاً أكثر مما ينبغي. مرت لحظات ثقيلة، كسرت صمتها محاولة أن تفتح معه حديثاً بسيطاً، لكن فجأة تغير صوته ونبرته. نظر إليها بحدة وقال كلمات لم تكن لتتوقعها أبداً: لقد نمت مع شخص قبلي. كانت الجملة كالصاعقة التي نزلت على مسامعها. ارتجف جسدها، وتوقفت أنفاسها للحظة، ولم تصدق ما سمعت. رفعت رأسها ببطء، وعيناها مغرورقتان بالدموع، ثم قالت بصوت مكسور: أتتهمني يا سامر في شرفي؟ والله ما عرفت في حياتي إلا الطهر والعفة. لم يكن من السهل عليها أن تسمع مثل هذا الاتهام، وهي التي نشأت في بيت يحفظ القيم والكرامة. سامر ظل ينظر إليها ببرود غريب، كأن الشكوك سيطرت على عقله وقلبه. كان داخله صراع بين ما رآه في ليان من حياء وصلاح، وبين وساوس زرعت في ذهنه قبل الزواج. لقد تأثر بكلام سمعه من أحد أقاربه الذين لم يتمنوا له الخير، فأخذت الشكوك تكبر داخله حتى انفجرت في تلك الليلة التي كان من المفترض أن تكون أجمل لحظة في حياتهما. ليان جلست صامتة للحظات، الدموع تسيل على وجنتيها. شعرت أن قلبها يمزق، ليس لأنها وجه لها اتهام باطل فحسب، بل لأنها لم تتوقع أن يأتي هذا الجرح من أقرب الناس إليها الآن: زوجها. حاولت أن ترفع صوتها لتدافع عن نفسها، لكنها شعرت أن الكلمات تخونها، وأن الألم أكبر من قدرتها على الوصف. في الخارج، كانت أصوات الموسيقى والتهاني لا تزال تتردد في الشوارع، لكن في الداخل كان المشهد مختلفاً تماماً. جدران الغرفة حملت ثقل الصمت والاتهام، والهواء أصبح مشبعاً بالتوتر. ليان كانت بين خيارين: أن تنفجر بالبكاء وتصرخ، أو أن تلتزم الصمت وتترك الأمر لله ليفتح الحقائق يوماً ما. لكنها لم تستطع كتمان جرحها أكثر. قالت بصوت مرتجف: يا سامر، إن كنت لا تثق بي، فلماذا تزوجتني؟ أهذا جزاء صبري وطاعتي لأهلي؟ لقد أكرمني الله بالطهر، ولن أسمح لأحد أن يسلبني هذه النعمة بالكذب والظلم. سامر ظل صامتا للحظة، ثم أدار وجهه عنها وكأن الصراع يزداد داخله. كان يسمع صدى كلماتها يلامس قلبه، لكنه لا يزال مقيدا بشكوكه. وفي تلك الليلة،
انقسم قلبان كان من المفترض أن يتوحدا تحت سقف واحد. الدموع انهمرت من عيني ليان بصمت، تدعو الله أن يظهر الحق، وأن ينقذها من هذا الابتلاء الذي نزل عليها فجأة في ليلة عمرها. ومع مرور الساعات، أصبح الصمت سيد الموقف. لم يقترب منها، ولم يحاول الاعتذار. هي من جهتها، رفعت يديها إلى السماء، تستغيث بربها وتقول: اللهم إنك تعلم براءتي، فانصرني بنصرك، وأرني قدرتك. لكن ما لم تكن تعلمه ليان، أن ما حدث في تلك الليلة لم يكن إلا بداية قصة طويلة، مليئة بالامتحانات والدموع، وأن ما تخبئه الأيام سيجعل القلوب ترتجف أكثر، والعيون تبكي بحرقة أشد. مع مرور الساعات في تلك الليلة، ظل الصمت يخيم على المكان. كانت ليان تجلس في زاوية الغرفة، عيناها متورمتان من كثرة البكاء، بينما كان سامر يسير جيئة وذهابا وكأن عقله لا يجد السكينة. في داخله تضارب كبير بين الحقيقة والشكوك التي سيطرت عليه، وفي قلبها شعور بالخذلان والظلم. رفعت ليان رأسها فجأة وقالت بصوت يختلط فيه الحزن بالقوة: سامر، أنت الآن زوجي، وأنا في عصمتك. أترضى أن تبدأ حياتنا بالكذب والاتهام؟ والله يشهد علي أنني لم أعرف سوى الطهر، وأنني لم أخن أهلي ولا نفسي ولا ديني. توقف سامر عن السير، التفت نحوها، لكن ملامحه ظلت متجهمة. داخله صوت ضعيف يقول له إنها صادقة، لكنه سرعان ما يغطيه صدى كلمات أقاربه التي غرست في قلبه بذرة الشك. قال ببرود: كل امرأة تدعي الطهر، لكن من يضمن لي أنك لست مثل غيرك؟ ارتجف قلبها من قسوته، لكنها تماسكت وقالت: ضمانك هو ديني وربي، وسمعتي بين أهلي. أنا لم أطلب الزواج بك، بل جاء النصيب وأطعت والدي. فإن كانت ترى أنني لست أهلا للثقة، فلك أن تختار طريقك، لكني لن أتنازل عن حقي في البراءة. ساد صمت جديد، هذه المرة أثقل من ذي قبل. سامر جلس على حافة السرير، يضع يديه على رأسه وكأن الصراع يلتهمه. في داخله خوف من أن يكون مخطئا، وخوف آخر من أن يكون على حق. بينما ليان ظلت تبكي بصوت منخفض، تحاول أن تتذكر لحظات فرحها قبل ساعات قليلة وكيف تحولت إلى كابوس مؤلم. مع طلوع الفجر، قامت ليان وتوضأت وصلت ركعتين، تدعو الله بدموع صادقة. سامر كان يراقبها بصمت، قلبه يهتز من منظرها وهي ساجدة تبكي بحرقة. شعر للحظة أنه ظلمها، لكنه لم يستطع أن يعترف بذلك بعد. كبرياؤه كان حاجزا يمنعه من الاعتذار. مرت الأيام الأولى بعد الزفاف ثقيلة جدا. لم يشعر الجيران ولا الأهل بما يحدث خلف الأبواب المغلقة. في العلن، كان الجميع يظن أن العروسين يعيشان بداية سعيدة، لكن في الداخل كانت الجروح تكبر. ليان حاولت أن تتعامل معه بصبر، تخدمه وتقوم بواجباتها، لكنها كلما نظرت في عينيه شعرت أنها أمام جدار من الجليد. في إحدى الليالي، لم تستطع الصمت أكثر. جلست أمامه وقالت بجرأة ممزوجة بالدموع: سامر، اسمعني جيدا. الشك نار إذا دخل إلى البيت دمر كل شيء. إن كنت لا تثق بي، فلتواجه نفسك أولا، لأن الله لن يرضى بالظلم. لا تجعلني ضحية لأوهام زرعها الحاسدون. ارتبك سامر قليلا، لكنه قال بحدة: أنت لا تعرفين ماذا قيل لي عنك. لقد سمعت أن لك ماضيا لا يشرف. شهقت ليان من الصدمة وقالت: ماض؟ أي ماض يا سامر؟ والله ما خطوت خطوة إلا بعلم أهلي، وما خرجت إلا في حدود الدين والحياء. من الذي ملأ رأسك بهذه الأكاذيب؟ صمت ولم يجب. كان يعرف أنه إذا ذكر اسم قريبه الذي يدس السم في أذنه، فسوف يخلق عداوة كبيرة بين العائلتين. لكنه في الوقت نفسه كان أسير تلك الكلمات التي سمعها مرارا حتى صدقها. ليان وضعت يدها على قلبها وقالت: اتق الله في يا سامر. إن الله يمهل ولا يهمل. إن ظلمتني، فسوف يأتي يوم يظهر فيه الله براءتي أمامك وأمام الجميع. كانت كلماتها تخرج بصدق جعل قلبه يرتجف، لكنه لا يزال أسيرا لوساوسه. في الأيام التالية، بدأت ملامح الحزن تظهر على وجه ليان أكثر فأكثر. لم تعد تضحك كما كانت، وصار نومها قليل،
وبكاؤها كثير. حتى والدتها حين زارتها لاحظت أن ابنتها شاحبة، لكنها لم تشأ أن تفصح عن الحقيقة كي لا تجرح كرامتها أمام أهلها. وفي إحدى الأمسيات حدث ما لم يكن في الحسبان. طرق باب البيت أحد الجيران يحمل في يده رسالة قد وصلته بالخطأ. كانت رسالة مكتوبة بخط يدوي موجهة لسامر، وفيها كلمات خبيثة من قريبه نفسه يصف فيها ليان بأوصاف سيئة ويحثه على مراقبتها. تسلم سامر الرسالة، وعندما قرأها تغير لون وجهه. أخفى الرسالة بسرعة عن ليان، لكنه لم يستطع أن يمنع قلبه من الاضطراب. لأول مرة بدأ يشك في نوايا ذلك القريب الذي لطالما اعتبره ناصحاً. جلس طوال الليل يفكر: هل كان ضحية لمؤامرة؟ هل ظلم ليان ظلماً عظيماً؟ في تلك الليلة، بينما كان سامر في حيرة عميقة، قامت ليان من فراشها بهدوء، وقفت عند النافذة تنظر إلى السماء وتبكي. رفعت يديها وقالت: يا رب، إنك ترى ما في قلبي وما أعانيه. أرني آيتك في من ظلمني، وأظهر الحق مهما طال الزمن. كان سامر يسمع دعاءها، وتسللت كلماتها إلى أعماقه. شعر بجرح في ضميره، لكنه لم يستطع بعد أن يواجهها بالحقيقة. أراد أن يتأكد أولاً مما يجري. وفي اليوم التالي قرر أن يراقب تصرفات قريبه عن قرب. لكن الأحداث لم تقف عند هذا الحد. بعد أيام قليلة، وبينما كان سامر في عمله، جاءه اتصال مفاجئ من أحد أصدقائه يخبره أن هناك من يشيع بين الناس كلاماً سيئاً عن زوجته. تجمد سامر في مكانه، قلبه يخفق بسرعة. هل يمكن أن يكون الأمر أكبر من مجرد شكوك؟ هل هناك من يتعمد تشويه سمعة ليان أمام الجميع؟ عاد إلى البيت مضطرباً، لم يخبرها بما سمع. جلس صامتاً وهي تحاول أن تفهم ما به، لكنه رفض الإفصاح. ومع ذلك كان في داخله بركان من القلق والارتباك. بدأ يشعر أن حياته على وشك الانهيار إن لم يكتشف الحقيقة قريباً. وفي إحدى الليالي التالية، بينما كان يتصفح هاتفه، تلقى رسالة مجهولة المصدر تحتوي على صورة معدلة لليان وكأنها في موقف سيء. ارتجف جسده، ووقع الهاتف من يده. أدرك أن الأمر لم يعد مجرد شكوك شخصية، بل هناك من يتآمر فعلاً لتدمير زواجه وتشويه سمعة زوجته. رفع عينيه نحو ليان التي كانت تجلس تقرأ القرآن، ملامحها البريئة تنطق بالصدق. في تلك اللحظة، شعر أن قلبه ينقسم نصفين، نصف يصرخ ببراءتها، ونصف آخر مكبل بالأدلة المزورة التي تصله. غطى وجهه بيديه وهو يتمتم: يا الله، دلني على الحق. لكن الصدمة الأكبر لم تأتي بعد. ففي صباح اليوم التالي، بينما كان سامر يستعد للذهاب إلى عمله، طرق أحد رجال الشرطة باب البيت. طرق رجال الشرطة الباب بقوة في صباح هادئ، فارتجف قلب ليان بينما هرع سامر لفتح الباب. وقف أمامه ضابط بملابس رسمية، خلفه شرطيان آخران. قال الضابط بصوت جد: هل أنت سامر بن فؤاد؟ أجاب سامر بصوت متردد: نعم، أنا هو. ناوله الضابط ورقة رسمية وقال: وصلتنا بلاغات مجهولة تحمل اتهامات تخص سمعة زوجتك. نحن بحاجة إلى استدعائها للتحقيق. تجمد سامر مكانه، والورقة ترتجف بين يديه. التفت إلى ليان التي وقفت مذهولة، عيناها تلمعان بالدموع، لكنها تماسكت وقالت: الحمد لله على كل حال، لن يخذلني رب. اقتادتها الشرطة بطريقة رسمية، دون إهانة، لكنها كانت لحظة قاسية. سامر شعر أن الأرض تدور من حوله، وأن قلبه يمزق. كيف سمح لنفسه أن يصدق الأكاذيب حتى وصل الأمر إلى هذا الحد؟ لم يجد نفسه إلا يركض خلفهم إلى مركز الشرطة، يحاول أن يتمالك أعصابه. في غرفة التحقيق، جلست ليان على كرسي خشبي، يحيط بها الصمت. سألها الضابط بهدوء: هل لديك علم بهذه الصور التي انتشرت؟ أجابت بثبات رغم خوفها: سيدي، هذه صور مزورة. والله يشهد أنني بريئة، ولا علاقة لي بما يقال. أراد الضابط أن يتأكد، فأرسل الصور إلى قسم الأدلة الجنائية. بعد ساعات من الفحص، عاد التقرير يؤكد أن الصور معدلة رقمياً وأنها مزيفة بالكامل.
عندها نظر الضابط إلى سامرة وقال بصرامة: يبدو أن أحدهم يتعمد تشويه سمعة زوجتك. عليك أن تحذر يا سامرة من الفتنة، فالافتراء على الأعراض جريمة عظيمة. شعرت ليان أن دموعها تنهمر من جديد، ليس ضعفا بل راحة لأنها رأت آية من آيات الله. أما سامر فانحنى رأسه خجلا كأنه غارق في بحر من الذنب. خرجا من المركز، وليان تمشي بخطوات بطيئة بينما سامر يحاول أن يقترب منها لكنه يعجز عن الكلام. في تلك الليلة جلس سامر أمامها وهو في حالة انكسار لميعهدها من قبل. قال بصوت مبحوح: ليان، لقد ظلمتك. صدقت الكذب واتبعت الشك، وكانت سببا في كل دمعة نزلت من عينيك. سامحيني، فأنا لا أستحقك. رفعت ليان رأسها، نظرت إليه طويلا، ثم قالت: سامر، أنت زوجي، والزوج في الإسلام أمانة. ظلمتني، لكني لن أظلمك بالدعاء عليك. أسامحك لأني أريد وجه الله، لكنني لن أنسى ما مررت به. ثق أن الجرح يحتاج وقتا ليشفى. كلماته وكلماتها اخترقت قلبه. بكى لأول مرة أمامها، دموع الندم تسيل من عينيه. شعر أنه صغير جدا أمام صبرها وإيمانها. مرت الأيام التالية مختلفة. سامر حاول أن يصلح ما أفسده، كان أكثر حنانا وصدقا، يشاركها تفاصيل يومه، يساعدها في شؤون البيت، ويعاملها باحترام. أما ليان فكانت تؤدي واجباتها لكنها ظلت محتفظة بمسافة عاطفية، تحاول أن تحمي قلبها من أن يجرح مجددا. وذات يوم جمع سامر شجاعته وذهب إلى قريبه الذي كان السبب في كل هذه الفتنة. واجهه قائلا: لماذا فعلت هذا؟ لماذا زرعت الشك في قلبي حتى كدت أخسر زوجتي؟ ضحك القريب باستهزاء وقال: كانت أظنها لا تناسبك، أردت أن أبعدك عنها. اشتعل غضب سامر وقال: اتق الله، لقد خربت بيتي وأوشكت أن تظلم امرأة بريئة. ألا تعلم أن أعظم الكبائر البهتان في الأعراض؟ لكن القريب لم يبدو عليه الندم، بل ظل يبرر نفسه. عندها أدرك سامر أن البعد عنه هو النجاة. عاد سامر إلى بيته، جلس مع ليان وقال: اليوم عرفت الحقيقة كاملة. كان قريبي وراء كل الأكاذيب. يا ليان، لقد تعلمت درسا لن أنساه ما حييت، أن الشك يقتل البيوت، وأن الكلمة الباطلة قد تهدم حياة كاملة. سكت قليلا ثم تابع: أقسم أني لن أشك بك بعد اليوم، وسأحميك بكل ما أملك. سامحيني مرة أخرى، فندمي لا ينتهي. ابتسمت ليان بحزن وقالت: يا سامر، الزواج ميثاق غليظ، ولا يقوم إلا على الثقة. سامحتك، لكن عليك أن تثبت لي أن قلبك تغير حقا. الزمن وحده سيبرهن ذلك. مرت الشهور، وبدأت ملامح الثقة تعود تدريجيا. ليان رأت في سامر صدق التوبة، وصبرت من أجل أن تعيد للحياة الزوجية معناها. صارت علاقتها به أكثر قوة، ليس لأنها نسيت الألم، بل لأنها أدركت أن الصبر مع الإيمان يبددان حتى أحلك الظنون. وذات مساء، وبينما كانا يجلسان معا، قالت له: سامر، هل تعلم ما أصعب لحظة مرت علي؟ ليست لحظة الاتهام ولا التحقيق، بل تلك اللحظة التي شعرت فيها أن أقرب الناس إلي لم يرى حقيقتي. لكني اليوم أرى أن الله أراد أن يمتحننا ليظهر الحق. أمسك سامر بيدها وقال: لن أتركك أبدا يا ليان، فأنت أمانة سأحافظ عليها حتى آخر العمر. انتهت القصة، لكن أثرها بقي عميقا، أن الشك يهدم البيوت، وأن الظلم في الأعراض نار تحرق قلوب الأبرياء، وأن الله يمهل لكن لا يهمل. ليان صارت مثالا للصبر والإيمان، وسامر صار عبرة لكل من يضعف أمام وساوس الناس. وفي النهاية، تبين أن الزواج لا يبنى إلا على أساسين راسخين: الصدق والثقة. وكل بيت يخلو منهما، مآله الانهيار مهما بدا في الظاهر متماسكا.